مؤسسة بدت الثقافية ومؤسسة السيد إبراهيم الهاشمي. علي حقه بالحرب يتباهى 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 علي حقه بالحرب يتباهى ويا بجفوف الحسن خلاها علي حقه بالحرب يتباهى ويا بجفوف الحسن خلاها صورة الشبلين حسن ويا حسين صورة الشبلين حسن ويا حسين كم طارت عباس بنيتناها كم طارت عباس بنيتناها علي فجأة بالحرب عاف القتال شاهد العباس بس يا علي فجأة بالحرب عاف القتال شاهد العباس بس يا خيال ذكر بصفين بدر وحنين ذكر بصفين بدر وحنين ذكر بصلاة من خاضاها ذكر بصلاة من خاضاها على حق بالحرب يتباهى وهي بجفوف الحسن خلاها على حق بالحرب يتباهى وهي بجفوف الحسن خلاها صورة الشبلين حسن ويا حسين صورة الشبلين حسن ويا حسين كم طارت عباس بنيتناها كم طارت عباس بنيتناها رماح ولا سهام ولا سيوف الحسن لو صار يفني الصفوف لا رماح ولا سهام ولا سيوف الحسن لو صار يفني الصفوف الاسد لو صار سيفه الجبال الاسد لو صار سيفه الجبال صورة العدوان يتحداها صورة العدوان يتحداها على حقه بالحرب يتباهى وهي بجفوف الحسن خلاها على حقه بالحرب يتباهى وهي بجفوف الحسن خلاها صورة الشبلين حسن ويا حسين صورة الشبلين حسن ويا حسين كم طارت عباس بنيتناها كم طارت عباس بنيتناها سانشد يا حسين
وتحدى الكفر ونفق فتح حيدر بصالة بدر صعب شبنا حسين وتحدى الكفر ونفق فتح حيدر بصالة بدر نزل الفرسان يقلب الميدان نزل الفرسان يقلب الميدان والقبر نغلب سوان والقبر نغلب سوان علي حكه بالحرب يتباهى وانا بجفوف الحسن خلاها علي حكه بالحرب يتباهى وانا بجفوف الحسن خلاها صورة الشبليه حسن ويا حسين صورة الشبليه حسن ويا حسين كم طارت عباس من يدناها كم طارت عباس من يدناها علي وشبوله وقف النهروان غضب صفوا عالكفر وبلا هوان علي وشبوله وقف النهروان غضب صفوا عالكفر وبلا هوان علي وشبوله وقف النهروان غضب صفوا عالكفر وبلا هوان سوى حفلة مور يا بطل يفور سوى حفلة مور يا بطل يفور نهرة العدوان في منوار نهرة العدوان في منوار ابن العراق ابن ابو تشير المهدوية الخادم يوسف الصبيحاوي ابن العراق على ابن حسينية والخادم ليث الربيع ابن العراق بقلم أبو عزرائيل الصبيحاوي
والتوزيع مؤسسة الحميد الثقافية. إدارة الإنتاج والتوزيع بشار سعد. أنا تربة الصدوق، أنا تربة الصدوق، تربة الشموع، تربة الشموع، تظن يوم القدوم، لا تظن يوم القدم. أنا العراق، أنا ضامن عمر باكر باق، منه ضامن عمر باكر باقي، دمي في دويره هذا العمل مؤسسة بدت الثقافية ومؤسسة السيد إبراهيم الهاشمي.